يوميات مستفادة. التقدير. التقدير في كل الحالات بيكون كويس جدا من أول بداية الأمر، لما اتنين بيتعرفوا مع بعض، إلا بداية إن يكون في ناس مع بعضهم قاعدين جلسة كده بيتكلموا مع بعض، وفجأة بيكون في أمر غريب، اللي هو التقدير. والتقدير دي يعني هو قيمة الإنسان من خلال نظرة الإنسان بالنسبة له. مش شرط يكون تقدير مادي، المهم يكون الإنسان اللي قدامه مقيمه وعارف إن ده بيمثل إيه بالنسبة للطرف التاني، سواء موجود معاه أو مش موجود. هقول نقطة كمان، لما يكون مش موجود ممكن حد يغتابه وينم عليه، هو في الوقت ده ممكن ان هو ياخد الطرف ان هو ده صديقه مش موجود، ويحاول ان هو يدافع عنه ويقول لهم ان هو موجود، لانه ده صديقه اللي مش موجود. هما الاتنين بيبقوا واحد، ده قيمة بتبقى عالية جدا بالنسبة لي، وصفة جميلة في الطرف التاني، وطبعا بياخد عليها أجر، أجر من الله سبحانه وتعالى. وطبعا صديقه التاني بيحس بتقديره ليه من ناحية تانية، والتقدير له قيمة عالية في الراحة النفسية، بتجعله حاسس بنفسه إن متقيم من خلال الطرف التاني، من خلال تقبله لكلامه وأوضاعه وكل الحياة اللي بيعيشوا بيها هما الاتنين، من أول ما يبتدوا سوا لحد آخر حياتهم. يوميات مستفادة. التقدير. التقدير في كل الحالات بيكون كويس جدا من أول بداية الأمر، لما اتنين بيتعرفوا مع بعض، إلا بداية إن يكون